السلام عليكم. أنا ست متجوزة بقالي 6 سنين. جوزي عنده صاحب عمره، أنتيمو يعني. عاشوا مع بعض كل حاجة، دراسة شغل ضحك حزن. وحتى لما اتجوز جه سكن جنبنا، حرفيا بيتنا جنب بيتهم بالظبط. صاحب جوزي ده اتجوز بعدنا بأسبوع وخلف ولد، ومراته دلوقتي حامل، وأنا عندي 3 عيال وحامل في الرابع. أنا قلت بقى بصراحة أجيبهم كده ورا بعض وخلاص وارتاح بعد كده. أنا بقى ساكنة في بيت عيلة مع أهل جوزي. أول سنتين كانوا سنتين عاديين جدا، مشاكل بسيطة زي أي بيت، بس الدنيا كانت ماشية وكنت مستحملة عشان خاطر جوزي وعيالي. بس كل حاجة بقى اتغيرت من اليوم اللي صاحب جوزي اشترى فيه شقة ملك، هو ومراته. شقة حلوة كده وواسعة تشطيب شيك. مراته مدرسة ثانوي ودخلها كبير جدا، وكانت بتساعده طبعا بفلوسها. ومن اليوم ده جوزي اتقلب 180 درجة، بقى شخص تاني خالص، بقى عصبي طول الوقت، صوته عالي، نظراته كلها غل وغيرة. وبدأ يكسر فيا ويطلع عقده عليا ويقول لي انا عمري ما شفت معاكي يوم عدل. انتي طول اليوم اكل ونوم وعيال وبس، انتي ما وراكيش غير الخلفة وبس. وفضل يعيرني ويقول لي بصي مرات صاحبي عاملة ازاي، مثقفة بتفهم، بتساعده ووقفت جنبه لحد ما وقفوا على رجليهم، وكمان اشتروا شقة وعربية. وانا بقالي 6 سنين متجوزك ولسه قاعد في بيت اهلي، وكأن انا السبب في كل اللي هو فيه ده. ويقول لي ان انا غلطت ان انا اتجوزت. والموضوع بقى زاد اكتر لما صاحبه جاب عربية على الزيرو. ومن يومها بقى جوزي بقى شخص تاني خالص، بقى ما يتعشرش، يضربني ويضرب العيال ويصرخ فيهم ويقول لي انت فالحة بس في الخلفة وبتخلفي وانت قصده ان انت تخلفي عيال كتير، هو مش غلطة منك ولا حاجة. انتي مش شايفة ان احنا لسه في نقطة الصفر، وكل سنة ولا سنتين تجيبي لي عيل، انا مش قد مصاريفه. وبقى يقول لي كلام يكسر اي ست، ويقول لي يا جهلة يا امية، انا نزلت مستواه واتجوزتك، انتي ما تصلحيش لاي حاجة. ولو عندك كرامة اطلبي الطلاق وانا اتجوز واجيب ست ستك، واحدة بقى ترفعني لفوق مش تنزلني لتحت. ودايما شتيمة بقى وذل وقهر. وانا تعبت بصراحة مش عارفة اعمل ايه. ودايما يقارن بيني وبين مرات صاحبه، ساعات بحس ان هو معجب بيها قوي وبيحبها. من كتر كلامه عليها انا تعبت بجد وكرهت حياتي، وبقيت بصحى كل يوم مخنوقة وخايفة وتعبانة قوي. انا مش قادرة اتطلق، هروح فين بال4 عيال؟ انا مش عارفة اعمل ايه، استحمل الضرب والاهانة ولا اعمل ايه بالظبط؟ قولوا لي حل ارجوكم، انا مش عارفة اتصرف. الحل بالمختصر المفيد، جوزك ده عنده غيرة ونقص بصراحة، هو مش تأثير منك لكن هو غيران جدا من صاحبه. بس انتي لازم اول حاجة تحمي نفسك وتحمي عيالك من اي ضرب واهانه. ما هو ما ينفعش يفضل يعمل فيكي كده وما ينفعش تسكتي، لازم تدخلي حد كبير من اهله ومن اهلك ويحط حدود واضحه. ما ينفعش يمد ايده عليكي تاني. ولازم تدوري على شغل، مش عشان خاطر تساعديه، لا، علشان يبقى سند ليكي، حتى لو بسيط، حتى لو تشتغلي من البيت، عشان يوم ما تاخدي القرار الصح تبقي واقفة على رجليكي وتبقي قوية، وتبقي مش محتاجة له في أي حاجة ولا محتاجة لأي حد. انتي بني آدمة ليكي حق تعيشي بكرامة. طبعا جوزك غلطان مليون في المية اللي بيعمله ده، بس برضو الغلط الكبير عليكي انتي خلفتي عيال كتير جدا. يا جماعة الخلفة الكتير مش عيب ولا حرام، بس العيب ان احنا نجيب عيال واحنا مش قادرين نديهم لا امان ولا تربية ولا حياة كريمة. الطفل مش محتاج اخ واخت قد ما هو محتاج اب وام مرتاحين نفسيا وماديا. الخلفة مسؤولية كبيرة جدا، مش مجرد بقى عدد أطفال كبير وخلاص. وأي طفل زيادة بيبقى محتاج وقت وصحة وفلوس وأعصاب. فما نقولش بقى أصل بنتي محتاجة أخ، أصل ابني محتاج أخت، لأ، احنا نجيب عيال على قد ظروفنا المادية وظروفنا الصحية كمان. مستني أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله الحلقة الجاية في مشكلة جديدة. سلام عليكم.